لقاء وفيديو حصري مع واحد اللاعب، الأم ديال واحد المرضي الوالدين اللي شرف المغرب وشرف إفريقيا وشرف العرب كلهم. هذا الولد هذا عطى الشيء الكثير للكرة الإفريقية والعربية، هو نجم عالمي وفخر إفريقيا وفخر المغرب وفخر العرب كلهم. هذا النجم هذا مرضي الوالدين، وطالما كنشوفوه كيقبل رأس الأم ديالو، وطالما كنشوفوه يعني كيفرح بالأم ديالو، كنشوفوه كذلك في حفل الجوائز لما كيتسلم الجوائز ديالو كتكون معه الأم ديالو في جنبه. هذا كيعني أن هذا الشخص هذا أو هذا اللاعب هذا فهو مرضي الوالدين 100%. فالوالدين شحال ما عطيتيهم ما توفي لهمش حقهم، الوالدين مهما عطيتي لهم العمر ديالك كامل ما توفي لهمش الحق ديالهم. نشوفوا هذا اللقاء اللي كان لي الشرف انني نتلاقى هذه الام ديال مرضي الوالدين حكيم زياش. نمشيو نشوفوا هذا اللقاء الحصري ورجعوا. لا الحمد لله. ياك مليح الجير؟ لا لا الصحة الحمد مليح؟ لله. لا مزيان. زياش انت الله مشى لك والو؟ لا مشى مشى مسكين. دابا ساوش انت عرفت والو؟ ها ساوش انت عرفت؟ فهم ماشي الجمره ديالو. ايش انت ساوش انت عرفت؟ لا انا كنهضر العربيه. كتهضر عربية؟ شنو غتقول للمغاربة ديالنا كاملين؟ ايوا واش غادي نقول لهم؟ يعني شنو كان الاحساس ديالك بعد يعني ما شفتي الوليدات ديالنا المغاربه ديالنا تبارك الله بالخصوص حكيم؟ يعني تبارك الله وليدك يعني عمل واحد الانجاز اللي هو تاريخي. هذاك زوين وشرفوا الولاد وشرفوا الدوله ديالنا. لا والله العظيم كنا كنشوفوك معاه هناك بعدا كنفرحوا. يعني داروا ابطال تبارك الله، عملوا شي حاجه اللي كبيره. احنا كاملين فرحانين بكم، ان شاء الله دائما نشوفوكم ابطال. مزيان ان شاء الله. كما شفتوا الام ديال حكيم زياش فرحانه وفخوره بهذا الانجاز التاريخي اللي حقه حكيم زياش ولدها وحقه المنتخب الوطني المغربي كامل، وخلى العالم كامل كيهضر عليه. فالام ديال حكيم زياش هي واحد النموذج ديال المراه المغربيه العربيه، المرأة البسيطة، المرأة العفيفة، المرأة القوية اللي يعني تعرضت لواحد المجموعة ديال الصعوبات في الحياة ديالها لما كانت في الديار الهولندية. يعني الزوج ديالها توفى وبقات هي كتربي حكيم زياش وكتخدم عليه. يعني خدمات مسكينة فوند ميناج، المرأة كتسيق يعني الديور، تسيق لي تواليت، ولكن رغم ذلك بقات صابرة حتى وصلها واحد الولد سميتو حكيم زياش، وكبر ورد ليها الفضل والفضل كان ليها. ويعني ولهذا كنشوفوه دائما كيتصور معها وكيبوس ليها راسها وكيشري الطوموبيل، كيقول لها الوالده طلع انت اللي تقيسيها، انت اللي تركبي فيها، انت الاولى. يعني كيتسلم جوائز كيقدمهم ليها، الجائزه كتسلمها الام ديالو. هذا الشيء عظيم وعظيم بزاف، وهادو هما المرضيين الوالدين. وكان لي الشرف انني نتلاقى هاد الام ديال حكيم زياش، طالما انني كنقول يعني خصني نتلاقاها بالضبط الام ديال حكيم زياش، لان بصح هي نموذج للمرأة المغربية كما قلت لكم، المرأة القوية والمرأة العفيفة والأصيلة. فالحمد لله هاد كأس العالم ديال المرضيين الوالدين وديال النية، والله يرضي عليهم والله يرضي علينا كلنا.